اتصال آخر من نبيل الفقي، يبدو أنه تشابه في الألقاب. نبيل الفقي، مرحبا بك. أسعد الله مساك يا علي. وعليكم السلام، أسعد الله مساك بالخير. لا أدري هل يوسف الفقي قريب لك أو لا، ولكن أرحب بك أيضا. نبيل، نتحدث اليوم عن تحرير العاصمة صنعاء، مطلب وطني. الكلمة لك، تفضل نبيل. يكفينا أخي، حتى لو نتحد بالألقاب نتحد في الأفكار. نحن يمننا الحبيب ونحن هدف واحد. مرحبا بك، تفضل. الشيء الثاني يا أخي الكريم، بالنسبة لاختلاء الحوثي أو انتزاع الحوثي أو معالجة الجسد اليمني من هذا السرطان الذي يأتي كلما يمرض الجسد اليمني، فهو ليس الأول والآخر. صحيح أننا ننظر للثورة السورية وتفاءلنا وهم تضاءلوا في تخوف، لكن نحن لا ننظر إلى الثورة السورية فقط، نحن ننظر إلى تاريخهم كيف سقطوا عندما اتحد اليمنيين، عندما اتحد اليمنيون، عندما توحدوا. لا، هل تعلم أخي الكريم، مغيب بس فقط على تاريخنا وتاريخ الإمامة لأجيالنا في طلاب المدارس والجامعات، وإلا أول الثورات كانت على الثورات التي قامت على الرسي من أبناء صنعاء وأرحب وغيرهم حتى دحر، وخرج في المرة الأولى ورجع في المرة الثانية. وهناك ثورة الحجرية ضد المتوكل الصغير والمتوكل في عهد الدولة المتوكلية عندما تسلطوا على اليمن. هناك ثورة الحجرية والصبر، هناك حركة أبناء، وهذه الثورات كانت تقوم على مدى حكم الإماميين. هناك كذلك ثورة الفقيه سعيد الذي كانت في هناك ثورة الزرانيق التي تمردت على الإمام يحيى والإمام أحمد ولم تخضع عن الإمام يحيى عفوا. هناك ثورة 48، هناك حركة 55، توجت كل هذا بثورة 62 على الإماميين الذين حكموا، لم يحكموا 1000 عام، هم لهم منذ دخول اليمن 1000 عام، لكنهم لم يحكموا، حكموا فقط 150 عام بالتحديد عندما اختلف اليمنيون. نعم. فتوحد اليمنيون حاليا وتوحد كل المكونات السياسية والقبلية، والله أنه أسهل مما يكون أن ينتزعوا من هذا الجسد اليمني وهم يعرفون ذلك. لكن وحدة الصف وكذلك رص الكلمات، الإعلام في كل المعارك، نستفيد من الثورة السورية كيف أنجزت وكيف استطاعوا هذا النجاح الباهر واقناع العامل. كذلك العامل الخارجي، وجودهم في اليمن يا اخي الكريم، الحوثيين ليس قوته، ليس انهم اقوياء فقط، لكنهم صاروا اذرع لايران اولا. كذلك المجتمع الدولي، ابتزاز الاقليم وغيره، والا كلنا نعرف ان هؤلاء الشمال رجع من عادهم من الحديده والاتفاقات وغير ذلك، المبعوث الأممي الأول والثاني والثالث كلهم صحيح فشلوا، إلا المبعوث الأممي الأول الذي استطاع أن يسلم صنعاء بطبق من ذهب وكان المهندس لهؤلاء الانقلابيين. أخي الكريم، نعم. نحن إذا أختتمها فقط، الحل لليمن واليمنيين في المبعوث اليمني، وهو الجيش الوطني الذي يستطيع أن يحاور الحوثي في كل جبهات القتال، وهم يعرفون ذلك أن المبعوث اليمني هو الجيش الوطني. نعم. عفوا. شكرا جزيلا لك نبيل الفقي، أشكرك جزيل الشكر. إذن